القصة ديال اليوم قصة واقعية، والعبرة من هاد القصة أن أي واحد بغا يتزوج خصو يفكر 1000 مرة قبل ما يتزوج، لأن هاد القصة اللي غادي نعاود مولاها دمر في حياته، وللأسف مشى للأخيرة بسبب مراسو. بلا ما نطولو ندخلو للقصة ديريكت. القصة ديالنا وقعت في 2017. واحد السيد سميتو مصطفى كان عايش مع والديه هاني مهني. هاد الأسرة هادي ولا هاد الناس هادو كانوا معروفين اللي يعمرها دار في الحومة ديالو، وبالخصوص مصطفى اللي كان معروف بحسن الخلق ديالو. المهم مصطفى من بعد ما سال القرايه ديالو وقبض الدبلوم ديالو، الوالد ديالو اقترح عليه واحد الاقتراح. قال له غادي نشريك واحد الميكروباص. هاد الميكروباص هو واحد الكار صغير كينقلوا به الناس. قال له خدم على راسك وصرف على الدار وانت عايش حتى ربي يسهل. وداك الشيء اللي كان بغا شرا له داك الميكروباص تا خدام على راسو كيعاون في المصروف وعايشين مزيان، يعني ما نقصهم خير. العلاقة ديال مصطفى بوالديه كانت علاقة مزيانة، كان كيثيق في والديه بزاف حتى في الاختيارات ديالهم في الامور الشخصيه ديالو. مصطفى فاش وصل 26 عام والديه بداو كيفكروا باش يتزوجوه، وبالخصوص الام ديالو اللي كانت دائما كتطلب منه يتزوج ويستقر. مصطفى بالرغم من انه كان كيثيق في والديه ولكن ما كانش باغي يتزوج كاع، كان رافض فكره الزواج تماما. كان هي كيدير الخاطر لوالديه وكيقول لهم صافي ان شاء الله يكون خير، تلقاو بنت الناس داك الساعات ويكون خير ان شاء الله. حتى لواحد النهار كان واقف في الحومه ديالو وهي دوز واحد البنت زوينه في حومته، واخا هو ما كيعرفهاش ولكن عجباتو بزاف. بقى تابعها باش يعرفها شكون هي. بقى تابعها وقال يمكن نمشي نوقف عليها ناخد شي نمره شي عنوان شي حاجه، ولكن قال ما جاتش نمشي نوقف عليها في حومتها ولا شي حاجه يستخرج بواها ولا خوها ولا عمها اللي ما كنعرفهاش. المهم مشى للحومه ديالها وبدا كيسول عليها. مصطفى سول كأيها الناس، خدا بعض المعلومات عارفها ما مزوجاش، رجع عند والديه ديريكت صارحهم في الموضوع. مشى عند والديه عاود لهم اللي كاين، قال لهم راني شفت واحد البنت وعجباتني، سولت عليها ولقيتها ما مخطوبه ما مزوجه، واش يمكن لكم تمشيو تخطبوها لي؟ وهذا وصف للام ديال البنت كي دايره، هي وصفها لها عرفتها، وهي ديجا كانت كتعرفهم بشحال هادي. وقالت له هاد الناس راه كيجيوني من العائله ولكن بعاد شي شويه كما كنقولوا حنايا ريحه الشحمه في الشاقو. هاد البنت سميتها نورا وفي عمرها 18 عام وكانت زوينه بزاف. اي واحد في داك الحومه ديالها اللي سولتيه كيقول لك هذه هي اجمل بنت كاينه في الحوم، وبمجرد ما سولوا عليها كلشي قال نفس الوصف. المهم مصطفى والعائله ديالو مشاو نيشان عند العائله ديال نورا باش يطلبوا هذا الزواج. العائله ديال نورا رحبوا بالعائله ديال مصطفى، والعائله مصطفى طلبوا هذا الزواج واتفقوا على كل شيء داز مزيان. اتفقوا على الخطوبه انها ما تفوتش 6 شهور، لان مصطفى كان واجد كانت عنده البرطمه ديالو، والبرطمه ديالو كانت فوق البرطمه ديال والديه. هاد الدار هادي كان بناها باه، كانوا ساكنين فيها هما العائله ديالهم، يعني ما كانش شي واحد غريب، كان والديه هو كانت عنده الدار من فوق. في الفتره ديال الخطوبه التعامل بيناتهم كان طبيعي ومزيان، ولكن الام ديال مصطفى ما كانش مرتاح لهذا الزواج، ما كانش عاجبها هادشي. ام ديال مصطفى مشات بكل احترام عند نورا قلت لها الا كنتي ما مرتاحاش مع ولدي ولا ما عاجبكش الحال نساليو هادشي هنا بلا ما نسبوا بالاحراج حتى شي عائله. ردت عليها نورا وقلت لها انا فرحانه مع مصطفى، حاسه بيه بانه غادي يكون قد المسؤوليه بانني غادي نعيش معاه مزيان. لحد هنا كلشي مزيان، ونورا كان خاصها تقول اي حاجه ما مرتاحاش ليها مع مصطفى، لانه بقى العرس غير شهرين. من بعد ما داز 7 شهور على الخطوبة، نورا ومصطفى داروا العرس ديالهم، ونورا مشات تعيش مع مصطفى في دارو. وفي أول نهار ديالهم مصطفى حس بنورا متوترة وماشي هي هاديك. قال هادشي راه طبيعي، مازال ليا مقبلتنا ونتفاهمو ونولفو بعضياتنا، ولكن للأسف هادي آخر مرة غادي يقيس فيها مراتو. النهار الرابع ديال الزواج مصطفى حس التصرفات ديال نورا غريبة بزاف، كدير المشاكل بسبب أو بدون سبب. مصطفى مسكين ما كانش عارف شنو هو السبب اللي كان مخليها كدير هادشي. وفي النهار الخامس فاش كيتصدم كينوض الصباح كيلقاها هزات حوايجها والمكياج ديالها ومشات دخلت لواحد البيت كانوا دايرين هما الدراري. سدت عليها الباب وقررت بانها غادي تعيش وتنعس في داك البيت. مصطفى حاول يتكلم معاها وبغى يعرف علاش هي كدير هادشي، وفي نفس الوقت ما بغاش يدير المشاكل باش ما يعرف حتى شي واحد هادشي اللي واقع بيناتهم. الوالده ديال مصطفى كانت حاسه بانه ما فرحانش وما عايش مع مراته مزيان، بالرغم من انه داز على العرس غير 5 ايام.
حتى كيتفاجئوا ان مصطفى لابس حويجاتو وهابط يخدم على راسو بحال اللي تزوج هادي شهر. صافي بقى غادي على هاد السيستيم، كينزل في الصباح كيمشي يخدم كيرجع في العشيه عيان كياكل كينعس. حتى دازت 2 سيمانات على العرس ديالو. بعد ما داز 2 سيمانات على العرس ديالو والدي مصطفى كيسمعوا الصداع والدباز بيناتهم الفوق. طلعوا كيسوقوا باش يعرفوا شنو واقع عنده، حتى كيتفاجئوا ان نورا هزه حوايجها كاملين وسد عليها في بيت الدراري. المره الثانيه الام ديال مصطفى كتجلس لها نورا وكتعاود لها نفس الهضره: الا كنتي ما عجبكش الحال مع ولدي نساليو هاد الشيء هنايا كل احترام، كما تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. والغريب في هاد الشيء ان نورا حتى هي عاودت لها نفس الكلام وقالت لها انا فرحانه مع ولدك وعيش شويه د المشاكل بيناتنا، الايام الجايه ان شاء الله راه غادي نولفوا بعضياتنا. وقنعت الام ديال مصطفى ان هاد الشيء كامل هي بسبب الستريس، انها داخله الحياه جديده مازال ما ولفاتش عليها والدنيا غادي تقاد شويه بشويه. ومصطفى مازال هو كيمشي في الصباح يخدم كيرجع بالليل كيتعشى كينعس، وهي كتدخل لبيتها وتسد عليها الباب. نفس السيناريو كيتعاود كل نهار حد ما داز شهر كامل على العرس. كيكتشفوا ان نورا موحوله. مصطفى تفاجأ من هذا الخبر وبقى غير مصدوم. صح هذا الخبر كيفرح اي جوج عاد تزوجوا، ولكن مصطفى عارف بانه ما قاش نورا الا مره واحده نهار الدخله، ولكن ما جاش على باله ان شي حاجه غلط وقعت ورا ظهره. والصدمه هي نورا مشات عند مصطفى وقالت له خصها دير الاجهاض لهاد الدري اللي في كرشها، انهم ضروري يتخلصوا من هاد الحمل اللي في كرشها، لانها ما مرتاحاش لهاد الزواج وخايفه انهم يظلموا هاد الدري اللي غادي يجي في الطريق. مصطفى مشى تشاور مع عمو وعاود لها كلشي. الام ديالو قالت له ضروري ما خاصك دير هاد الشيء اللي قالت لك عليه، لانه بالفعل ان البنت الا ما كانتش مرتاحه معاك يمكن تولدوا شي دراري وتظلموهم معاكم. ومن بعد نورا دارت العمليه ومشات لدار والديها. ولثالث مره الام ديال مصطفى كتجلس مع نورا وكتعاود لها نفس الهضره: الا كنتي ما مرتاحاش مع ولدي نساليو هاد الشيء هنايا. والغريب في هاد الشيء ان نورا حتى هي كتعاود لها نفس الهضره، كتقول لها راه هي هاد الايام الاولى راه حنا مازالين ما تفاهمناش وان شاء الله يكون الخير، وانا كنشوف مصطفى بانه قد على المسؤوليه وانني غادي نكون فرحانه الان. المهم نورا جلست في دار والديها 15 يوم، يعني دازت على العرس 45 يوم. هاد ال 45 يوم مصطفى ما شافش فيهم النهار البيض. من بعد هاد ال 15 يوم نورا عيطت لمصطفى وقالت له يجي يديها لدارها لانها توحشت دارها بزاف. ولكن مصطفى كيتفاجئ عاوتاني: يلا دخلوا للدار. دخلت البيت ديال الدراري وسدات عليها عاوتاني. مصطفى من بعد ما رجعت نورا للدار بدو كيبانوا عليه شي حوايج غراب، بحال فاش كيشرب العصير في الصباح ويهبط يمشي يخدم على راسو كيجي واحد الحريق مجهد في كرش. حتى طاح واحد النهار وهزو صحابو داوه للطبيب داروا له غسيل المعده. المره الثانيه كيلقى الطوموبيل باش كيخدم قطعين لها الفرانات. والمره الثالثه كيلقى الزيت ديال الموتور خاوي. وهذا الشيء كان كيوقع 2 سيمانات اللي رجعت فيهم نورا للدار. مصطفى كان مستغرب بزاف من هذا الشيء اللي كيوقع، لانه عاد دار لا فيزيت تكنيك للطوموبيل ديالو ما لقى فيها والو ايام قليله قبل هذا الشيء. من بعد يومين الاب ديال مصطفى كان جالس في الصباح بكري في البالكون وهو يشوف واحد السيد كيدور بالطوموبيل ديال ولده. يلا هاد السيد شاف الاب ديال مصطفى شافو وهو يعطيها بتكليطه: هرب غبر ليه الاثار. وهو يقول بلا ما نبقى نحمق في راسي هذا شي واحد جا كيشوف الطوموبيل ومشى في حاله. ودازت 2 سيمانات يعني 80 يوم على العرس ديالهم. الوالدين مصطفى وهما جالسين بالليل في دارهم كيسمعوا الصداع والصداع بالجاد عند مصطفى في دار. طلعوا بالزربه باش يعرفوا شنو واقع. لقاوه واقف قدام البيت ديال نورا كيضرب بالجهد الباب وكيقول لها تفتح. الوالدين ديال مصطفى في داك اللحظه كيحاولوا يهتنوه لانه كان معصب بزاف، ولكن بالصدفه كيلقاو نورا راها في الزنقه مكايناش كاع اصلا في بيتها. كيفاش نزلت ومنين نزلت الله والو. لما شافوها واقفه في الزنقه نزلوا عندها وحاولوا يهتنوا الاجواء بيناتهم شويه وبغاو يعرفوا من نورا كيفاش نزلات من البيت لم يحس بها حتى شي واحد. وهي تقول لهم انها فتحت الشرجم اللي في البيت ونقزات للسطح ديال الدار الاخرى ونزلات من الدروج للزنقه. وهذا الشيء خلاهم متفاجئين بزاف. وهي كي دارت عرفت هذا الشيء شكون اللي قال لها الطريق، لكن حتى واحد منهم ما نواها فيها خايبه. كلهم قالوا انها كانت خايفه من مصطفى وفتحت الشرجم وهربت للزنقه. ولكن بطبيعه الحال الموضوع كله ماشي هكا تماما. كدوز 5 ايام على هذا الشيء يعني 85 يوم على العرس. مصطفى كما ديما نزل في الصباح مشى للخدمه ديالو ورجع بالليل. تعشاو كاملين يعني نورا
ومصطفى ووالديه بجوج. من بعد مصطفى خدام راسو وطلعوا بجوج لدارهم وسدوا عليهم. ومع 11 ديال الليل ديال مصطفى تفكرت انها كتباغي شي حاجه من ولدها، فطلعت عنده باش تهضر معاه، ولكن كتلاحظ ان الدنيا ساكته عندهم واخا كتدق حتى واحد ما كيرد عليها. المهم بقات كتدق حتى سمعت نورا كتقول لها انا جايه نحل لك الباب. فتحت ليها الباب وقالت لها ان مصطفى راه عيان بزاف في الخدمه وراه ناعس دابا. ولكن الغريب في الامر ان الام ديال مصطفى فاش نورا فتحت عليها الباب مشات وسدات الباب على مصطفى. من بعد نورا ردات عليها تشرب معاها كاس ديال العصير، ولكن الام ديال مصطفى ما بغاتش ونزلت لدارها. ولكن قلبها كان حاس بشي حاجه ماشي هي هاديك. مع الجوج ديال الليل الوالدين ديال مصطفى كيسمعوا واحد الصوت ديال الزداح مجهد جاي من البرطمه ديال ولدهم، بحال شي حاجه كتخبط على الارض. ولكن من بعد شويه ديال الوقت مبقاش هاد الزداح، صافي نعسوا عادي وفاقوا مع 8 ديال الصباح. وما كانوش موالفين كيفيقوا في هاد الوقت لانهم نعسوا هما ما مرتاحينش لهداك الشيء اللي سمعوا بالليل. المهم طلعوا بالزربه لدار ولدهم وهما يتفاجئوا بباب الدار مفتوح. وطلوا في الزنقه لقاو الطوموبيل مازال جالسه في بلاصتها، يعني حتى شي واحد ما خرج من الدار. وهما يدخلهم الشب، شكون اللي خلى الباب الدار مفتوح؟ باه دخل بالزربه باش يعرف شنو واقع عند ولدو. دخل لقى الدار مرونه، الحوايج مشتي، كلشي مرون. بقى كيعيط لولدو ومرات ولدو، ولكن حتى شي واحد ما كيرد عليه. ومن بعد دخل عند ولدو البيت الناس، لقى ولدو ناعس فوق الناموسيه ومغطي. حيد عليه الغطا وهو يتصدم، لقى وجهو عامر دم وشي حاجه بيضا خارجه له من فمو وهو يغوت بجد. والناس اللي في الحومه كلهم طلعوا عيطوا لمكتب الصحه اللي مختص في هذا الشيء. الطبيب اللي جا اول ما شاف مصطفى قال له هذه جريمه قتل، وان مصطفى كلا شي حاجه مسمومه وتعرض للتسمم. بداو كيقلبوا على نورا اللي ما عرفوهاش فين مشات. عيطوا ليها قالت لهم انها هي في الصباح بكري هبطت للمارشي باش تقدا، ومن بعد دازت عند والديها وكانت مخليه مصطفى ناعس عادي. كيقولوا ليها وكيخبروها ان راجلها مات. هي ترجع بالزربه لدارها مصدومه وكتبكي. في نفس الوقت عيطوا للبوليس اللي بالزربه وصلوا، ومعاهم فريق البحث الجنائي اللي غادي يشوفوا مسرح الجريمه. من المعاينه الاوليه ديال منظر الدار اللي كانت مرونه بانت بحال شي عمليه سرقه. ان الشفاره فاش شافوا مصطفى ضربوه وقتل. ولكن البوليس من اول ما شافوا نورا ما كانوش مرتاحين ليها كاع، وتم نقل الجثه للطب الشرعي. في نفس الوقت الشرطه العلميه كياخذوا البصمات اللي كاينه في البرطمه، فكيلاحظوا انه بصمه غريبه بانت من غير البصمه ديال نورا ود مصطفى. من بعد ما سالوا الاجراءات ديالهم اكتشفوا ان البرطمه ما مسروقه ما والو، وان هذا الشيء مفعول فعل فاعل، ان هذا اللي دار هذا الشيء باغي يوصل ميساج للناس وللبوليس. من بعد كيوصل التقرير ديال الطب الشرعي اللي كيقول ان مصطفى واكل كميه كبيره من المنوم والدواء الحشرات، ويزيد على هذا الشيء انه مضروب بآلة حاده للوجه وعنده بزاف ديال الترابي في داسو كامله. البوليس بداو كيسمعوا الشهاده ديال الاب ديال مصطفى والام ديالو والزوجه ديالو نورا. من بعد ما سالوا الاستنطاق مشاو في حالو. ولكن من بعد ساعات قليله العائله ديال مصطفى كيتفاجئوا بان البوليس ولاو رجعوا وقبضوا نورا واتهموها بانها هي مولات الجريمه، وعندهم بزاف ديال الادله ضدها. واتهموها انها عندها شريك واحد اخر في الجريمه واللي كان سميتو عمر وفي عمره 22 عام. هذا عمر هو ونورا كانت بيناتهم علاقه غير شرعيه لمده طويله قبل الزواج. نورا تزوجت عمر تحت الضغط ديال باها، ان عمر فاش مشى يخطبها من والديها باها رفضو تماما، ان باها كان كيشوفو دري ماشي ديال الزواج وما يصلح لوالو. ولكن نورا كان عندها رأي واحد آخر واللي غادي نسمعو في الاعترافات ديالها صعيب بزاف. نورا من بعد ما تزوجات مصطفى بنهار واحد فقط اللي كانت كتفكر فيه في داك الوقت هو كيفاش غادي تلاقى عمر، كيفاش غادي تشوف. الحاجه اللي جات على بالها هي انها غادي تجبد الصداع مع مصطفى على ابسط الحوايج باش تلقى السبه وتهز حوايجها وتمشي لبيت واحد اخر وتسد عليها. وخاص هذا البيت يكون فيه شرج مفتوح، يعني ما يكونش فيه الشباك، باش فاش تشد على راسها البيت دخل عندها عمر من الشرجم بكل سهوله. في نفس الوقت كانت كتحط المنوم في العشاء ديال مصطفى كل ليله. كيرجع من الخدمه كتحط له الماكله فيها المنوم، كياكل كيمشي كينعس. كتدخل هي لبيتها كدير المكياج وكتعنى براسها وتسد عليها الباب ديال البيت. ومن بعد كيجي عندها عمر كيدوزو الليله ديالهم بحال الراجل مع مراتو. ومن بعد عمر كيمشي بحالو مع 6 ديال الصباح قبل ما يفيق حتى شي واحد. فاش كانت الام ديال مصطفى كتجبد طلاق النورا كانت نورا باغا تطلق،
ولكن الضغط ديال باها هو اللي خلاها كتخاف وتولي ترجع للور. ايوا شنو دارت؟ فكرات هي وعمر كيفاش يتخلصوا من مصطفى باش من بعد يتزوجوا يدوزوا حياتهم كيف ما بغاو. الفكرة الأولى اللي جات على بالها هي أن عمر يمشي يخسر الطوموبيل، مصطفى يدير كسيدة ويكون الموت ديالو قضاء وقدر. مرة عن طريق الفرانات اللي خسروا ليه، ومرة عن طريق السم اللي عطاتو في العصير باش تصفيها ليه. فعمر طلع هو نفس الشخص اللي كان كيدور بالطوموبيل اللي شافو بين مصطفى داك النهار. وفي نهار الجريمة الخطة كانت أن نورا غادي تقبض المنوم وغادي تديرو لمصطفى في الماكلة، ولكن غادي تزيدو الدواء ديال الحشرات في الماكلة ديالو، وعمر غادي يجي عندها في الموعد الطبيعي ديالو. وفاش الأم ديال مصطفى طلعت بالليل على غفلة عند نورا ومصطفى، مصطفى داك الساعات كان واكل المنوم والسم. من بعد ما عطاوه هادشي كانوا باغيين يرونوا البرطمة كاملة، فاش دير 6 ديال الصباح يهبطوا بجوج. لكن اللي وقع كان العكس ديال هادشي تماما. مصطفى بسبب المنوم والسم اللي عطاوه حس بحريق مجهد في كرشو بالليل، فناض باش يمشي يدخل الحمام. وهو خارج من بيتو شاف منظر من أصعب المناظر اللي يمكن شي واحد يشوفهم في حياته. فشاف نورا علاقة موسخة مع عمر، وفاش شافتو نورا مشات بالزربة جابت كلامونيط وضرباتو للراس. الضربة جاتو في الوجه، ومن بعد عمر ناض تا كيضرب فيه وكيكمل عليه بالعصا حتى طاح على الأرض. وبسبب الكمية ديال المنوم اللي كان واخد كان مصطفى مرخي بزاف، وزد حال اللي سمعوها والديه مع الجوج ديال الليل. كان داك الساعات ولدهم اللي تسدح على الأرض، وفي داك الساعة بالضبط كان مصطفى مات. من بعد نورا وعمر دوزو ليلتهم عادي، رونوا البرطمة وداروا داكشي اللي كانوا متفقين عليه، وهبطوا بجوج مع 6 ديال الصباح. ودارت بحال اللي راها مشات للمارشي تقدا. وطبعا ان حتى شي واحد من العائله د مصطفى ولا من العائله د نورا كانوا متيقين بان نورا دارت هاد الشي كامل. ومن بعد ما التحقيق سالا حكموا على نورا وعمر بالاعدام شنقا. هاد القصه وقعت 2017 مارس. الله يرحم مصطفى اللي كان ما عنده حتى شي ذنب في هاد الشي كامل، من غير انه كان باغي يتزوج ويستقر، وكان ضحيه الاب اللي ما كانش باغي يزوج بنته لدري واحد اخر اللي خلص الثمن هو مصطفى الله يرحم. هاد القصة كتبين لنا واحد العبرة كبيرة، أن الزواج ماشي شي حاجة ديال اللعب. أي واحد كان باغي يتزوج خصو يقلب على بنت الأصل، ماشي أي وحدة عجباتك تا هي اللي غادي تكون المرأة ديال المستقبل وغادي تقد تجيري لك الدار ديالك. فلهذا خص بنادم يدير حسن الاختيار ويقلب مزيان. القصة ديالنا وصلت لهنا، قصة جديدة إن شاء الله.